السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا في كل بيت وفي كل مكان وفي كل محافظة طلاب سينيور. النهارده يا سادة مفاجأتنا ليك ان احنا ان شاء الله هنحل مع حضرتك على اليوتيوب معانا دايما بشكل متابع، دايما مش هنسيب نقطة. هنحل مع حضرتك سواء كنت سنتر او كنت اونلاين او حتى كنت مكانك فين، انا هحل معاك التقييمات. التقييمات هتنزل لك بشكل دوري، ده غير كمان الاسئله اللي بنحلها معاك جوه الحصه الكلاس شيت، غير الشيتس اللي بتستلمها، ده كمان غير الاسئله بتاعه الهوم ورك بتاعه معاليك. كل ده عشان اقدر في الاخر اخلي حضرتك واثق في نفسك في كل الاسئله اللي انت حلتها، واتمرنت بشكل او باخر على اكتر من فكره واكتر من سؤال واكتر من اسلوب، لان احنا مش بنعتمد على مرجع ولا اتنين ولا تلاته، بنعتمد على اكتر من مرجع بالاضافه للمراجع الوزاريه. كده يا شباب نكونوا اتفقنا مع حضرتك على السيستم اللي نشتغل بيه واحده مع واحده، كده السيستم يبان معانا والنظام يبان معانا من اول ما نبتدي التقييمات لحد ما ننزل لحضرتك الهوم ورك والشيتات. يلا بينا نبتدي مع بعض حصتنا، توكلنا على الله، بحبكم جدا. يلا بينا يا سينيورون. شباب السؤال الاول بيقول لحضرتك which of the following process illustrate the role of biosphere in influence the component of atmosphere. ايه الحاجه اللي بتربط ما بين البايوسفير والمكونات بتاعه الاتموسفير؟ طالما الاتموسفير يبقى انا هستفاد من الغازات اللي موجوده في الجو. يبقى هنا the plant absorb carbon dioxide to produce food. ايوه الاجابه الصح هتكون الاجابه ايه؟ لان انا بالفعل كنبات كائن حي في البايوسفير هستفاد من الكربون دايوكسيد، وانا كانسان هستفاد من الاكسجين. The rock يبقى ده ليسوسفير. Evaporation of the sea and ocean by the solar heat. لا. Ground water flow between the pores of the soil. يعني المياه الجوفيه بتعدي في الفتحات، برضو مش هي دي الاجابه الدقيقه يعني. السؤال اللي بعده بيقول لي accumulation of the death organism remain over million of years. يا ترى الكائنات لو بدات تتراكم على بعض ملايين السنين، نكمل مع بعض. led to formation of the fossil fuel. طبعا الفوسل فيول اللي هو الوقود زي الكول والاويل. طبعا بعض الكائنات زي الثروه السمكيه كده لو اتدفنت في باطن الارض، باطن البحر، وقعدت فتره طويله، تبدي معلومه عامه بس تبدا انها تتحلل وتتحول لبترول. وبعض الكائنات مثل الاشجار لو قعدت في الصحراء تحت الرمله لدرجه حراره عاليه لفتره طويله تتحول للفحم. يبقى انا كده بدات احول الحاجات لمواد مفيده للبيئه. هنا مستر ذا بايوسفير كنترول ذا فورميشن اوف مينرال، ولا ذا بايوسفير كونتريبيوت تو فورميشن اوف ذا ليثوسفير ريسورس. الكائنات الحيه بتكون المصادر الطبيعيه اللي موجوده في الغلاف الارضي او الصخري اللي هو الليثوسفير. يبقى الاجابه الصح هتكون الاجابه سفير، ان البايوسفير هو بيساعد في تكوين المكونات بتاعه الليثوسفير. جميل. السؤال اللي بعده بيقول لي معاليك فارمر notes that the crop grow better in the soil rich in earthworm. يعني المزارع شاف ان الشجر عنده والنباتات بتكبر بشكل افضل نتيجه لوجود الدوده بتاعت الارض compared to the soil without them. Which of the following statement apply for the concept of the interaction between the biosphere and the lithosphere. مين في دول بيوضح العلاقه ما بين البايوسفير والليثوسفير؟ صلي على سيدنا محمد. هي الورم دي بتعمل ايه؟ بص، وورم، بكتيريا، فنجاي، الثلاثه دول اسمهم ديكومبوزر. بيعملوا ايه؟ بيحللوا اي كائن ميت. والله لو في كائن مات واتدفن جنب الشجره، والله شجره قديمه ميته، زرع قديم ميت، غصن قديم موجود في الارض، بيبداوا ان هم ياكلوها ويحللوها ويفصصوها ويرجعوها تاني للتربه على هيئه معادن ومواد غذائيه، ودي الشجره اللي موجوده تستفاد بيها. يبقى الديكومبوزر بيعملوا بريكنج داون اند ديكومبوز للاورجانيك ماتر تو ذا سويل. اجين ذا وورم ابزورب ذا سان لايت. لا طبعا غلط. ذا وورم ريليز نيتروجين تو دايركت تو ذا اتموسفير، للاتموسفير مباشره. انا بقول لك ليثوسفير. ذا وورم سويل اند ديكومبوز ذا اورجانيك ماتر ويز ان ات. يبقى هي بتحلل المواد العضويه عشان ترجعها تاني للتربه ويستفاد بيها الكائنات اللي موجوده في التربه. بالفعل. Scientists search of incident carbon tracks. يعني العلماء بدأوا ان هم يراقبوا حركة الكربون القديمة يعني in the certain layer of sedimentary rock في بعض الصخور to the age of the forest in the area. يعني ايه؟ بص يا رجالة، علماء الجيولوجيا بيعملوا ايه؟ بياخدوا شق في الارض، يعني بالبلدي كده بيجوا في سطح الارض يعملوا ايه؟ او في صخرة معينة يبدأوا ان هو يقسموها نصين ويشوفوا الطبقات. لما يجي يبصوا على الطبقات، ما هو كل طبقه
مع طبقه مع طبقه مع طبقه كونت سطح الارض او كونت الصخره دي. فالطبقه اللي تحت دي طبقه قديمه، يقدروا يعرفوا منها يا زمان كان في مين وايه. هم برضه عملوا كده في وجود الديناصورات عشان يعرفوا العصور دي قعدت قد ايه، وقت قد ايه، كونت الصخره دي لمده قد ايه. يبقى رجاله هنا the lithosphere take a carbon from the atmosphere، ولا the hydrosphere convert the living organism into rock، الميه بتحول living organism لصخور. The biosphere is what creates the sedimentary rock، ايوه ما هو الكائنات الحيه هي اللي بتكون الصخور. ايه ده ازاي يعني؟ The remain of biosphere، البواقي بتاعت الكائنات الحيه، صح. ما انا لو لقيت ديناصور في الصخره رقم 7 يبقى انا فهمت الصخره ال7 دي كانت زمان هي الارض، وبعد كده اتكون عليها صخره في صخره في صخره في صخره في صخره في ارض في ارض عشان يكون كل الطبقات دي. يبقى الاجابه الصح الاجابه دي، ان هي الباقي بتاعت الكائنات الحيه اللي بدأ تخزينها او تكوينها او موجوده تحت في الصخور بتاعت الليثوسفير. السؤال اللي بعده، السؤال اللي بعده بيقول لي معليك هنا the factor disposed of its chemical waste into river. حلو، يبقى هنا المصانع فاكتوري رمت الحاجات الويست في الريفر. افتر وايل ذا ساينتست نوت ذا ديث اوف الجي، بعد وقت العلماء لاحظوا ان الطحالب بتموت. which caused the increase in the percentage of carbon dioxide، كميه الكربون دايوكسيد زادت in the surrounding area في المنطقه المحيطه. how do you evaluate the situation of the term of the sphere interaction، ازاي تقدر توضح لي تداخل بين البايوسفير والاتموسفير والليثوسفير والهيدروسفير والحاجات دي يعني. يلا imbalance start in atmosphere، عدم التوازن حصل في الاتموسفير. بص يا باشا، عدم التوازن حصل في الهيدروسفير لما الملوثات نزلت قتلت الطحالب، ومن هنا بدأ عدم التوازن. يبقى مش الاتموسفير. the pollution in hydrosphere عمل disturbance in the biosphere، دمر النظام البيولوجي and the function in purifying the atmosphere. يبقى هنا صح. يبقى كده يا رجاله الراجل دمر الهيدروسفير واثر على البايوسفير، والبايوسفير لما مات فكميه الكربون دايوكسيد زادت في الاتموسفير. يبقى ده الترتيب الصحيح، تكون الاجابه في سؤال 5 الاجابه B. سؤال رقم 6 بيقول لي معليك، السؤال شكله كبير بس عادي يعني. which of the following organism represent the link that return the matter from the final consumer back to the product، اخر واحد مستهلك يرجع تاني للبروديوسر. مين البروديوسر؟ اللي هو النبات. يبقى انا كده عايز حد محلل ياخد الكائنات دي يحللها ويرجع المواد بتاعتها للنبات. يبقى انا عايز بص فنجاي، بكتيريا، وورم. فنجاي. which of the following process represent the interaction that link the biosphere, atmosphere, lithosphere all in once؟ ايه الحاجه اللي بتربط ما بينهم هم الثلاثه مع بعض؟ animal breathe oxygen، يبقى ده بايو، وده اكسجين اللي هو الاتموسفير. plant absorb water and salt and carbon dioxide، يبقى هنا معادن من وميه هيدروسفير ومع هيدروسفير، والسولت ده من الليثوسفير، والكربون دايوكسيد من الاتموسفير، وكل ده في الكائن الحي. يبقى الاجابه الصح اللي بتربط ما بينهم جميعا هي الاجابه B. سؤال رقم 8 يا رجاله، بيقول لحضرتك the energy exchange in biosphere occur primarily through، يا ترى انتقال الطاقه في البايوسفير بتحصل ازاي؟ في الروك، ولا في الويند موفمنت، ولا في الفود تشين ويب؟ طبعا فود تشين ويب يعني النظام الغذائي او السلسله الغذائيه، سواء كانت سلسله غذائيه بسيطه اللي هي اسمها فود تشين، اللي هو مثلا النبات بياكلوا جراده، والجراده بتاكلها ضفدعه خلاص، والضفدعه بياكلها مثلا فلان، يبقى فلان بياكل فلان بياكل فلان، كل واحد بيعتمد على اللي قبله بس. فود ويب يعني ايه بقى؟ بص النبات ممكن ياكلوا فلان وعلان وعلان وعلان، ممكن ياكلوا حشره، ممكن ياكلوا ضفدعه، ممكن ياكلوا سمكه، ممكن ياكلوا انسان، ودول ممكن ياكلوا مش عارف. تحس انه لو بالبلدي كده الكائن الحي الواحد او الليفل الترافيك الواحد ما بيعتمدش على اللي قبله بس، هو ممكن يعتمد على اللي قبله واللي قبله واللي قبله، فاسمها فود ويب، اسمها معقده. الانسان يعني معقد. ليه الانسان دايما في الفود ويب المعقده؟ لان الانسان لو ما فيش نباتات، لو مثلا ما فيش اسماك هياكل لحوم، لو ما فيش لحوم هياكل اسماك، لو ما فيش لحوم ممكن ياكل طيور، لو ما فيش طيور ممكن ياكل نباتات، يعني هو كده بيخش في كل السلاسل الغذائيه، فاسمها فود ويب. بعدين a herd of
انتيلوب living in افريقيا. اوكي، يبقى هنا بيتكلم على كائن من كائنات اللي بتعيش في افريقيا، شبه كده الوشك البري، حاجه شبه الفهد. خلاص نكمل. عايش في حته اسمها السافانا، اللي هي حشائش السافانا. specific time represent the level of، انا بتكلم على كائن واحد بس، خلي بالك بقى، فصيله واحده بس، الفصيله دي عايشه في منطقه السافانا. يبقى هنا انا بتكلم على نوع واحد، ما اتكلمتش على كذا كائن مع بعض. لو اتكلمنا على كذا كائن عايشين في نفس الاريا، دول اسمهم بايو او كوميونتي. اما لما اتكلم مع حضرتك على كائن واحد عايش في منطقه واحده، يبقى انا بتكلم على فصيله معينه، دي بنقول عليها بايو سبيشيز او بايو بوبيوليشن. فتلاقي اهي بيولوجيكال بوبيوليشن، فتكون الاجابه الصح هي الاجابه دي. يلا بينا يا رجاله على اللي بعديه. شباب بيقول لي هنا the basic of building block of the biosphere in hierarchy is، يا ترى ايه وحدة البناء الرسمية للبايوسفير، للمنطقة الحيوية؟ وحدة البناء الرسمية لأي منطقة حيوية هي الكائنات أو الانديفيدوالز اللي عايشين فيها، لأن دول بايوسفير. اللي وراه the diversity of the organism، يعني تنوع الكائنات الحية in the rainforest، في الغابات different from desert due to، ليه تنوع الكائنات في الغابات مش نفس تنوع الكائنات في الصحراء؟ ده نتيجه يا مستر لان المناخ مختلف. اكيد الادابتيشن بتاعت الكائنات اللي عايشه في الغابه مش زي اللي عايشين في الصحراء. يبقى the difference in the climate characteristic. جميل، اجابه بي. السؤال اللي بعده بيقول لي معليك when several ecosystem share the similar climate characteristic and dominate organism they form what is known by، طالما بص يا بيبي مجموعه من الكائنات قاعدين في نفس المنطقه، عندهم نفس المناخ، اسمها بايوم، تبقى الاجابه دي باذن الله. السؤال اللي بعديه which of the following represent the correct hierarchy for the most specific of the most general؟ يبقى هنا مين اكتر حاجه accurate للتنوع بتاع النظام البيئي بتاع حضرتك؟ جميل. وقال كمان ايه؟ والسبيشيز، يعني يا رجاله التنوع بتاع الكائنات بتاعتنا. ايكو سيستم بايومي بايوسفير، ولا ايكو سيستم بايوسفير بايومي؟ ما ينفعش الترتيب ده. بايوسفير وبعد كده يبقى ايكو سيستم بعد كده بايومي، برضو غلط. بايوسفير بايومي لا برضو. بص كده، ايكو سيستم جوه بايومي وبعد كده بايوسفير، فالاجابه الصحيحه هتكون الاجابه الاولى، الاجابه ايه. السؤال اللي بعده بيقول لحضرتك في السؤال 14، بسم الله الرحمن الرحيم، بيقول لي معليك which of the following is an example of the first level of hierarchy of the live organization on the earth؟ يا ترى مين الفيرست ليفل، اول حد في السلسله بتاعتنا اللي بيعيش على سطح الارض؟ واحده كده، اول حد موجود على سطح الارض، اول كائن موجود على سطح الارض من كل فصيله اسمه اورجانيزم. وهي بص، الاورجانيزم اللي هو ايه؟ اول شجره موجوده في الغابه يبقى سنجل تري ان ذا فورست، اول نوع من انواع الاشجار اللي مثلا زي موجوده في الغابه. اللي بعده بيقول لحضرتك اف الصم ذات طبعا احنا عارفين قبل ما اشرح ده، عارفين ان الكائنات الحيه ايا كان الليفل بتاعها بتنقل من ليفل لليفل 10% بس من الطاقه، وبتستفاد هي لنفسها 90%. جزء يستخدم في الحراره، جزء يستخدم في الفيتال اكتيفيتي، وجزء يستخدم في الاندايجستد فود اللي طلع على هيئه ويستز او اكسكريشن، يعني حمام. يبقى الكائن بياخد لنفسه من الطاقه 90 ويدي اللي بعده 10. حلو. بيقول لي ان النبات البروديوسر معاه 40,000. حلو. سوري، مظبوط كده، مع 40,000. ذا توتال انرجي، الطاقة الكلية، لوست، كلمة لوست يعني فقد. طبعا النبات بيفقد كام في المية؟ 90%. معنى كام بيفقدهم مش معناه ان هو بيضيعوا منهم، لا، كلمة لوست انا قلت لك في الحصص بتاعتنا معناها يوزد، استخدموا في ايه؟ جزء في الهيت،
وجزء في الانرجي بتاعت البيولوجيكال بروسيس، يعني جزء في الطاقه اللي هو استخدمها في حياته، وجزء ستور ان اندايجستد ماتر، وجزء يخزن في المكان الاكل الغير مهضوم. كل دول 90%. عايز يعرف بقى مين السكند كونسيومر؟ طبعا الكونسيومر، طبعا النبات يعتبر بالنسبه لي برود يوسر. جميل جدا. اللي وراه اسمه فيرست كونسيومر، اللي بعديه اسمه سكند كونسيومر. حلو قوي. صلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. الراجل ده 40,000، يبقى اللي بعده هياخد بس 10% من ال 40,000، يبقى اللي بعده هياخد 4000 بس طاقه اسمها جول طبعا. طب اللي بعده هياخد 10% من ال 4000، يبقى هياخد لنفسه 400. طب اللي بعده هكذا بقى يفضل 10%. طبعا لو عايز تعرف ازاي تحسبها، هتجيب الرقم اللي انت عايز تاخد منه 10% وتضربه تايمز 10%. شكرا، هيديك النتيجه بتاعتك. طب مستر عمر، انا عرفت ان الراجل ده اللي هو السكند كونسيومر جاله طاقه 400 جول. طبعا اي حد من الناس اللي ممكن ما بتركز او الخبره بتاعتها قليله، فهتروح تشتري او تختار الاجابه سي، تقول له خلاص 400 الطاقه بتاعتنا في المرحله الثانيه كونسيومر تاخد 400. هو هنا مش عايز، هو بيقول لي الراجل اللي في المرحله الثانيه كونسيومر ماله؟ يا ترى الطاقه اللي هو هيضيعها على نفسه، ثانيه واحده، هو انا لو ضربت ال 400 في 10% يبقى اللي بعده هياخد 40 جول، صح؟ جميل. فيبقى اللي بعده ياخد كام؟ منه 40. وهو يبقى هو هينقل، بص، نقل 40 من ال 400، والباقي اللي هو هيستخدمه على نفسه كام؟ 360 جول. يبقى ال 400 متقسمين حاجتين، 40 جول و360. 40 هينقله و360 هيتبقوا له. يبقى الاجابه هتبقى، هو بيقول لك مين هيتبقى لنفسه اللي هو لوست او يوزد، هو هيتبقى له 360 جول يتم استخدامهم في الثلاث اشياء دول اللي قدامنا. يلا بينا على الجزئيه المقالي اللي بعدها. بيقول هنا يا رجاله track the impact of the groundwater pollution with a toxic chemical on the food chain. بيقول لي لو انا دلوقتي عندي مياه جوفيه فيها بعضا من الملوثات، طبعا ايه اللي هيحصل بقى؟ تابع التسلسل في الفود تشين. هتقول ان التوكسيك كيميكال دي سيتم امتصاصها عن طريق البلانت، لانها في المياه الجوفيه بجراوند ووتر، فالبلانت هيمتصها عشان يعمل بيها فوتوسينثيس بروسيس، فهيبدا ان هو يكون او يبقى جواه، تخيل كده نبات اخذ ماده غير صالحه، ماده توكسيك، فالماده التوكسيك اللي جوه النبات ذيس توكسيك باس ثرو ذا فود تشين، هتروح للكونسيومر، هتأدي ان الكونسيومر بقى سواء ايا كان مين هياكل النبات جواه ماده سامه، ماده خطيره، ماده مش كويسه، فهيبدا ان النبات ممكن يحصل له وفاه اوف ذا اورجانيزم، وبيبدا يعمل انبالانسنج في الايكو سيستم. ادي واحد. اللي بعده بالنسبه للجزئيه اللي بعدها، الراجل عاطينا رسمه، خلي بالك عشان الرسمه دي هتكمل معانا بقى. رسمه فيها، بص ركز كده، نبات هياكله يا اما الماوس يا اما الرابت يا اما الجراس هوبر، والجراس هوبر ده هياكله الفروج يا اما هياكله البيرد. الجراس هوبر يعني الجراده، والفروج هياكلها يا اما الاول يا اما السنيك يا اما البومه يا اما التعبان، والتعبان هياكله الهوك، وممكن الهوك ده نفسه اللي هو النسر او العقاب يبدا ان هو ياكل الماوس، وممكن ياكل الرابت، والرابت ممكن ياكله الفوكس، والفوكس ممكن ياكل. طالما السلسله داخله ببعضها كده يبقى دي اسمها فود ويب. بيقول لي هنا follow the figure represent the food web assume that the plant produce energy 30000 يعني طلع 300,000 جول. النبات عنده 300,000 جول. according to the diagram what is the minimum energy that the hook might receive. الهوك from the plant ده هياخد قد ايه اقل كميه طاقه؟ طبعا بيتكلم على اقل كميه طاقه، يبقى هتشوف اكتر عدد كائنات في السلسله، فهنقوله ان النبات هياكله جراس هوبر، يبقى النبات ياكله جراس هوبر، والجراس هوبر ياكله فروج، وانا عايز سلسله عدد كبير من الكائنات، والفروج ياكله سنيك، والسنيك ياكله الهوك. يبقى بص كده، هنعمل اول حاجه البلانت اهو مكتوبه، البلانت الليفل الاولاني، سكند تروفيك ليفل الجراس هوبر، وبعد كده فروج،
وبعد كده سنيك وبعد كده هوك. بص كده التسلسل قد ايه؟ 1 2 3 4 5. يبقى احنا 5 مراحل عشان نوصل للهوك مش الهيومن. خلاص هوك اللي هو ايه؟ الصقر او النسر او العقاب يعني. طول ما انا طالع لفوق هقول لك حاجه كده، عايزين 10%. في جمله كانت بتقولها لنا يعني استاذتنا، بتقول لك قلل صفر من كل واحده على طول. يعني هنا 300,000 شيل منها صفر تبقى 30,000، شيل منها صفر يبقى 3000، شيل منها صفر مدير 10% اللي طالعه يبقى 300، شيل منها صفر يبقى 30. يبقى الراجل هيوصل له طاقه 30. جميل. اللي هو مين؟ الهوك. ده كده اول سؤالين في المقالي. انا بحاول اوريك الشكل حتى بيتحل ازاي، ويعتبر ده يا رجاله ده الفيرست كونسيومر، سكند كونسيومر، ثيرد كونسيومر. يبقى ده هيبقى اسمه عندي يا رجاله فورس كونسيومر. وافتكر دايما ان الطاقه التي تنقل فقط 10%. يلا بينا على اللي بعده. السؤال اللي بعده هنا ليه علاقه بالرسمه طبعا. بيقول explain the food chain that led to the hawk receive the minimum amount of energy. لسه قايلينها، قلنا الجراس او البلانت او البروديوسر هياكلوا حاجه اسمها جراس هوبر، والجراس هوبر ياكلوا الضفدع الفروج، والفروج ياكلها الستيك، وفي الاخر الهوك. يعني باخد اطول سلسله عشان اقدر اوصل للهوك عشان يقدر يفقد اعلى كم من الطاقه من انتقال من كائن لاخر. السؤال اللي بعده بيقول explain how the food web reflect the stability or the disturbance of biological community. بص يا باشا، الفود ويب دي يعتبر بالنسبه لي تعتمد على الكونسيومرز. ما هي بص الكونسيومر دول ما ينفعش يزيدوا ولا يقلوا. يعني هنا بيقول لي هنا ايه؟ provides the consumer by many options. ما هو كلمه فود ويب يعني ايه؟ ازاي بيبقى فيه reflect of stability. يعني تعال اقول لك بشكل اخر، لو قلنا ان الصقر بدل ما ياكل السنيك ممكن ياكل الضفدع على طول. ممكن ايه ده؟ فهمت. يعني هو مش ديبند على اللي قبله بس، هو ممكن ديبند على انذر ليفنج اورجانيزم، فهو ممكن برضو يكمل معيشه. يعني بالبلدي كده بيقول هنا اكزامبل، الهوك ممكن ياكل الماوس، ممكن ياكل الرابت، ممكن ياكل السنيك، ممكن ياكل اي حاجه من دول. قال لي if one prey، لو واحد من الفرايس disappear، لو واحد من دول اختفى، فهو the hawk can switch to another. بالبلدي هو ده الاستابيليتي، ده الاستقرار. انا دلوقتي واحد ما عنديش لحمه في بيتي، فاضطر ان انا اكل سمك، فمش لو انا اعتمدت على اللحمه بس فانا هتعب واموت، وكده يحصل حاجه اسمها disturbance او unbalance او no balance. ولكن لو انا قدرت في الفود ويب الكبيره بدل ما اعتمد على كائن، لو في كائن مش موجود اعتمد على كائن اخر عشان افضل في حاله البالانس او الاستابيليتي. يبقى هنا الفكره في من قلب الرسمه اللي كنا رسمينها. السؤال اللي بعده بيقول لحضرتك هنا يا رجاله، بيقول هنا يا مستر كلاريفاي ذا امبورتنت اوف كلوروفيل. ايه الكلوروفيل ده يا رجاله؟ هو عباره عن كلوروفيل او جرين بلاستيد او كلوروبلاست. فالثلاثه دول بيعملوا ابزوربشن، عمليه امتصاص لللايت فروم ذا سان لايت، او امتصاص لللايت وخلاص، عشان يستخدموها في عمليه الفوتوسينثيس بروسيس عشان يبدا يعمل الاكتيفيتيز بتاعته. ذا كلوروفيل ان ذا بلانت ابزورب ذا لايت انرجي تو بريفورم ذا فوتوسينثيس بروسيس بروديوس انرجي اند جلوكوز، بيطلع طاقه وجلوكوز وكمان اكسجين. ترانسفير ثرو ذا فود تشين، تبدا تتنقل خلال السلاسل بتاعه الفود تشين او الفود ويب. كده يا شباب نكونوا مع حضرتك خلصنا التقييم الاول. يلا بينا مع بعض على تقييم رقم 2. شباب التقييم اللي هو الاول برضو، بس البارت الثاني ليه بيقول لحضرتك هنا ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بيقول لحضرتك هنا هو عامل لك شويه مودلز كده سريعه. which process represent only the pathway of the water from the biosphere to the atmosphere during the plant life cycle. انتقال الميه من البايوسفير للاتموسفير ده عن طريق ايه يا رجاله؟ طالما الميه من الكائن الحي للهواء، من الكائن للهواء، خلي بالك ريسبيريشن ولا فوتوسينثيز ولا، طبعا بص قال لك ايه؟ to the plant life cycle، بيتكلم عن النبات. الفوتوسينثيز هو بيسحب الكربون دايوكسيد. ليه؟ انا عايز انتقال غاز من النبات لبره. كان عمليه اسمها ترانسبيريشن لما كنت بطلع الووتر فيبور بره جسم النبات من خلال حاجه اسمها الاستوميتا، وكانت الفتحات اللي موجوده في ورقه الشجر. اللي بعديه بيقول what make a lake in the balance ecosystem according to you have studied. يا ترى ايه اللي بيعمل نقص في التوازن في النظام البيئي على حسب دراستك؟ presence of fish only،
dip of the water connect to the atmosphere او connection to atmosphere exchange the matter and the energy between the biotic and abiotic. طبعا الحاجه اللي بتعمل عشان اخلي فيه بالانس اساسا لازم يكون في توازن بين الحاجات الحيه والحاجات الغير حيه. زي ما انا قلت لك لازم يبقى في كميه مثلا ميه تكفي القطيع ده، ما دي كائنات حيه وده حاجات حيه غير حيه، دي حاجات ليفنج دي حاجات نون ليفنج، دي حاجات بايوتيك دي حاجات اي بايوتيك، لازم في بينهم بالانس. لو البالانس ده اتغير ده هيؤدي لليك اوف بالانس. يبقى الاجابه تبقى دي. السؤال اللي بعده، بص السؤال اللي بعده ده مكرر في كل الشيت ده، ولكن خلاص فكره لذيذه هنعتمد عليها. لما يجي يقول لك انا عايز الريشيو، او يقول لك انا عايز الريشيو بيرسنت، خلاص، او عايز الريشيو بتاعت الماس بتاع الفيدنج او الانرجي بتاعتنا ما بين، يبقى انت بتعمل ايه؟ هتعمل اكس على واي. مثلا انا عايز الريشيو النسبه والتناسب ما بين فلان على فلان تايمز 100 كده، انت جبت الريشيو. تعالى نعملوها تاني واحده واحده كده. The ratio of the mass available to the second consumer considered to producer. بص قال الاول ايه؟ second، يبقى second to producer يبقى تحت البروديوسر. لما يطلب منك ريشيو بتعمل حاجه على حاجه، بتعمل ديفايدد. السكند على البروديوسر. تعال ده الفيرست كونسيومر، اللي جاي بعديه ده يا رجاله هو السكند كونسيومر. اخد قد ايه؟ 11 جرام. طب والبروديوسر كام؟ اهي موجوده جوه 800 جرام، هي رسمه بس ايه رخمه شويه في النظر. يبقى السكند اخد 11 وده 800، الريشيو يبقى تايمز 100 كام؟ 1.37. هتطلع 1.37%. تبقى الإجابة الصح هتكون الإجابة B. اللي بعده which was the following expected to occur in the absence of decomposer. عدم وجود decomposer. طبعا عدم وجود decomposer واحد الكائنات مش هتتحلل، هيبقى في عندي unbalancing، مفيش return back للنيوترنت والمينرال تاني للسويل، واخيرا بقى والاهم يا رجاله هيبقى عندي الديد بودي او الاورجانيك ديد بودي هيبقى فيها accumulation يعني تراكم. يبقى accumulation للاورجانيك ديد بودي تكون الاجابه الصح الاجابه دي. خلاص. السؤال اللي بعده بيقول لي معاليك you say how do explain the biosphere is high organization level than an ecosystem. ايه تفسيرك ان البايوسفير يعتبر نظام عالي من التنظيم؟ لان البايوسفير بتاع حضرتك مكون من حاجه اسمها، ما انت بص بالمنطق كده، في عندي حاجه اسمها اورجانيزم، والاورجانيزم موجود معاه some species، في حاجه اسمها population، والبوبيوليشن بتاع حضرتك موجود مع البوبيوليشن بتاع فصيله واحده كذا فصيله، ففيها كوميونيتي، والكوميونيتي الجميله بتاعت حضرتك بتعتمد كلها كوميونيتي جنب كوميونيتي، هيبقى اسمها بايوم. في الاخر هيبقى عندك البايوسفير، وهنا كلها فود تشينز بتعتمد على بعضها. مش بس كده، كمان ده كمان يا استاذه محترم هتلاقي عندك ان الجمله المشهوره اللي هي الكلمه دي integrated large system، هو عبارة عن نظام كبير قوي مرتب فيه contain، فيه living organism، فيه يوم، فيه ايكو سيست، كل ده في البايوسفير. فده يؤدي ان البايوسفير يبقى هو الاشمل والاعم. اللي بعده يا رجاله طبعا هم مقسمها لنا بقى ايه زي موديل كده، فاهم اللي هو ايه موديل بي وكام سؤال يعني. when the individual of the same species share the same place and time، يبقى هنا نفس الفصيله قاعده في نفس المكان في نفس الوقت في نفس الاكل في نفس ما تفكرش، يبقى ده طالما نفس الفصيله يبقى بيتكلم على فصيله واحده يا رجاله. خلي بالك نفس الفصيله موجوده في نفس المكان في نفس مش عارف ايه، يبقى دي فصيله اسمها biological population، باي population او بايو
species. The plant are classified as autotrophic because they have the ability. autotrophic يعني بيعمل اكلها بنفسها. make its own food. بتاخد الضوء والكربون دايوكسيد والميه وتحوله لاكسجين وجلوكوز. يبقى هنا convert the inorganic matter into organic compound. يبقى الاجابه الصح هتكون الاجابه B. السؤال اللي بعده بيقول لي ما عليك what is the ratio خلاص from the primary consumer to the producer. فين primary consumer اهو، فين البروديوسر اهو، ماشي. يبقى انا هكتب هنا كلمة primary على بروديوسر. البرايمري فين يا رجالة؟ 37 والبروديوسر كام؟ 800 في 100 كام؟ 4.62 تايمز سوري percent اهي. طف فايبر. خلي بالك كلمة طف فايبر دي هي مش موجودة، يعني مش موجودة في سياق الكلام الرسمي لمنهجك، ولكن انت سمعت اختها undigested particle فايبرز. يعني ايه؟ الخلايا الناشفة، الالياف الناشفة. عارف حضرتك الخشنة، عارف الاكل لما يتهضم بيبقى ناعم. طب في اكل لم يهضم بيبقى ملمسه خشن، طف، ناشف، رزل. الملمس الخشن والرزل ده يا رجاله اسمه طف فايبر. الطف فايبر ده يا رجاله هو اللي يقدر من خلاله، اسمه undigested food، بيطلع في هيئه الاكسكريشن. يبقى ستور ان ذا ويست، هو عباره عن ويست، فضلات. السؤال اللي بعده يا رجاله سؤال دي بيقول لحضرتك هنا في السؤال يا رجاله give reason. قول لي the number of the large predator such as a lion are considered to the number of the prey in ecosystem. ثانية، ليه عدد الكائنات المفترسة مقارنة بعدد الفرايس مش كبير؟ هرد واقول لك يعني الجملة الرسمية عشان very small amount of energy reach to lost consumer او تقول عليها higher consumer، عشان في كميه الطاقه اللي هتوصل للكونسيومر الاعلى. ما انا طول ما انا طالع لفوق كل ما الطاقه بتقل فكميه الطاقه بتقل، فعشان كده عددهم قل. بس اللي انا شايفه اكتر برضو عشان due to balance and sustainability. ليه بقى؟ هقول لك. لو كميه البريديتور حصل لها انكريز، كميه البري هيحصل لها ديكريز. ولما كميه البري تقل هيبقى عندي unbalanced ايكو سيستم. لان الفرايس دي ما بيعتمدش عليها بس اللاين مثلا، لا كائنات كتير بتعتمد على الفرايس. ما ينفعش مثلا تقول لي كميه الزرع هتقل، ما كميه الزرع هتقل فالكائنات اللي بتاكل الزرع هتقل، فبالتالي هيتاثر برضو البريديتور. ولكن البريديتور كميتهم اقل عشان كميه الطاقه اللي بتوصل لهم اقل، وفي نفس الوقت عشان ما يبقاش كميتهم زياده عن اللزوم. الحاجه لو زاد عن حدها هتعمل خلل في النظام البيئي بتاعنا. السؤال اللي بعد الرجاله بيقول The biosphere is considered integrated system. لسه كاتبينها because ليه يعتبر integrated system؟ عشان في اورجانيزم كتير، بايو مي population، يبقى هنا several organisms depend on complex interaction. يبقى الإجابة هتبقى C. The forest contain tree, insect, bird. بص نفس المكان في كائنات مختلفة، يبقى ده community على طول، biological community أو bio community. السؤال اللي بعده السؤال البيراميد اهو عمال يمرنا عليه الصراحه. يبقى كده ايه الراجل بيأكد على الموضوع. The ratio of the mass between the terrestrial consumer and producer. معلش او tertiary سوري consumer. ايه الترشري؟ ما هو 1 برايمري 2 سكندري 3 tertiary. اخد قد ايه؟ 1.5 على
البروديوسر تايمز 100. تعالى الترشري 1.5 على البروديوسر 800 في 100 كام يا استاذ؟ 0.187. اجابه تبقى ايه؟ Which of the following organism can perform photosynthesis؟ مين في دول يقدر يعمل فوتوسينثيس؟ طبعا عايز حد بيعمل فوتوسينثيس يبقى انا فانجاي لا، برايمري كونسيومر لا، هيربيفورس بياكل النباتات لا، some of species of bacteria بعضا من انواع البكتيريا بتعمل فوتوسينثيس صحيح، واخدناه مع بعض في الترم الاول. يلا بينا على المقالي. Why is a complex food web more flexible again change؟ يعني ايه؟ ليه النظام الغذائي المعقد يعتبر اكثر مرونه في حدوث اي تغيير؟ يعني لو حصل اي تغيير ما عادي يعني. هقول لك ليه. لان الفود ويب او الفود تشين بتاعتنا لو كانت بسيطه، لو كائن من الكائنات هتموت مفيش حد هيقدر يعتمد على اللي قبله او هيعتمد على غيره. ولكن لو كانت معقده يعني كله بيعتمد على كله، لما تشوفه قول له، فسيادتك هترد تقول لي عشان والله في مالتيبلاي فيدنج، يعني ايه؟ في اغذيه كتير، مواد غذائيه كتير ممكن اعتمد عليها. فانا ممكن اقول لك ان لو واحد من السبيشيز حصل لها ديسابير، اختفت، فبالتالي ممكن دي بند اون انذر ريسورس، فيد اون انذر ريسورس. بالبلدي لو واحد مات او واحد مش موجود او واحد اختفى او واحد كميته قلت، فانا هعتمد على غيره زي ما قلت لك. فعشان كده هي مور فليكسيبل، فالافضل يكون فود ويب مش فود تشين. الفود ويب از مور كومبلكس مور فليكسيبل، وفي نفس الوقت تقدر تعتمد على اكتر من ريسورس عشان تقدر تاخد منه الانرجي اند الفود. وبكده يا شباب نكون خلصنا مع حضرتك التقييم الاول. تابعنا دايما مع حضرتك، هننزل لك تقييماتك، مش هننساك، هنفضل معاك. تقييمات، شيتات، حل، واجبات، كل حاجه، حتى سمرز، كل حاجه. انا مش هرحمك. الترم الثاني هتسمع مني كل حاجه غير الشغل بتاعنا. الحمد لله احنا اثبتنا نجحنا وتعبنا الترم الاول، ومضطرين بشكل كبير ان احنا نتعب اكتر ونعمل اكتر، لان دايما الواحد لما بيوصل لليفل مش عايز ينزل، عايز يطلع اكتر من كده. وان شاء الله خليك مبسوط اكتر من كده وتخش الصيف وانت مبسوط. بحبكم جدا ومن القلب بقول لك we never give up.